الموديل الاخير معانا واعلى موديلات شركه انجلندر عامه، وهو موديل بريليانت. بريليانت من اسمه او عبقري او جينيوس، هو ما اسموش جينيوس، هو اسمه بريليانت. شيء مبدع، شيء رائع. هو فعلا كده. مرتبه فيها كل ما يخطر على بالك. كفايه ارتفاعها ممكن تبقى من غير سرير اساسا، 38 سم ارتفاع، عالي جدا للمرتبه. مواصفات عاليه جدا. اكيد ارتفاع الطبقات العالي قوي ده هيخلي فيه مستوى عزل رهيب، لانه في ما فيهوش ميموري فوم ولا في لاتكس، في الاثنين. في طبقه ميموري فوم وطبقه لاتكس مع بعض، لاتكس وميموري فوم في مرتبه واحده. تخيل العزل هيبقى شكله عامل ازاي ومستوى الراحه عامل ازاي. وطبقه وصله منفصله، ارتفاعين برضه، مايكرو وصله منفصله، وصله منفصله عاديه، طبقه لاتكس وطبقه ميموري فوم في مرتبه واحده، ارتفاع 38 سم. المرتبه تعمل على وجه واحد. رفاهيه ما بعدها رفاهيه، مستوى عالي جدا جدا من الرفاهيه والعزل والراحه. مرتبه حلوه جدا جدا جدا، لكن طبعا سعرها غالي ومش اي حد يقدر يشتري المرتبه دي. لكن لو الميزانيه تسمح فهي طبعا تستحق الامكانيات اللي محطوطه فيها والشغل اللي عالي والاتقان وكل حاجه. خلاصه وعصاره شركه انجلندر ويانسن حاطينه في مرتبه زي ما بنقول كده فيها كل حاجه. صوره منفصله، ارتفاعين، طبقه لاتكس وطبقه ميموري فوم، تقفيل خيالي، يعني مبدع. يعني حاجه محترمه جدا جدا. المصارفه فهي عالي قوي، ارتفاعها 38 سم. كده يبقى انتهينا من كل موديلات شركه انجلندر بلا استثناء. تقدر تتصفح بينهم زي ما حضرتك عايز وتختار الموديل اللي يعجبك. واول ما تختار الموديل اللي يعجبك بسهوله جدا تقدر تشتريه وانت مطمن وعارف انك بتشتري ايه ومكونات المرتبه ايه. يا رب تكونوا استفدتم. شكرا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله.